أعلن نادي ريال مدريد بشكل رسمي رحيل الأسطورة راؤول غونزاليس عن تدريب فريق الشباب، وذلك بعد يوم واحد فقط من تقديم تشابي ألونسو كمدرب جديد للفريق الأول. وجاء في بيان النادي أن راؤول أبلغ الإدارة برغبته في إنهاء مسيرته مع الفريق الرديف، معربين عن امتنانهم لفترة خدمته كلاعب ومدرب. وأضاف البيان أن راؤول سيظل دائما في قلوب المدريديستا، وتمنوا له التوفيق في مرحلته القادمة. من جهة أخرى، ما زالت الخطوة التالية لراؤول غير معروفة، رغم أنه قد يبحث عن فرصة لتدريب أحد الفرق الكبرى بعد سنوات من العمل مع الفئات السنية. تشابي ألونسو يبدأ مشروعه الملكي مع توليه القيادة الفنية لريال مدريد. يواجه تشابي ألونسو تحديات كبيرة، خاصة مع اقتراب انطلاق كأس العالم للأندية. اللاعب السابق أليكس غارسيا كشف في مقابلة إذاعية أن ألونسو لم يحسم بعد خطته الفنية مع الميرينجي، مشيرا إلى أنه قد يعدل على أسلوبه المعتاد في ليفركوزن ليتناسب مع طبيعة لاعب الريال. كما تحدث غارسيا عن شخصية ألونسو، مؤكدا أنه مدرب يجمع بين القرب من اللاعبين والحزم الشديد في الالتزام والانضباط. ولفت إلى أن المهاجمين سيكون عليهم دور دفاعي واضح، وهو أمر سيكون حاسما حتى مع النجوم الكبار كمبابي. تكريم كارفاخال وسط رسائل سياسية. شهد داني كارفاخال تكريما خاصا من حكومة إقليم مدريد بمنحه الميدالية الذهبية بحضور رئيسة الإقليم إيزابيل دياز أيوسو ورئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز. وخلال كلمتها لم تفوت أيوسو الفرصة للإشارة إلى برشلونة قائلة: كارفاخال لديه عدد ألقاب دوري أبطال أوروبا أكثر من برشلونة بأكمله، ما أثار تفاعل الحضور. نيكو باز قد يعود للريال مع رحيل لوكا مودريتش. يدرس النادي تفعيل بند إعادة شراء نيكو باز من نادي كومو الإيطالي مقابل 8 ملايين يورو هذا الصيف. صحيفة ماركا أكدت أن تشابي ألونسو منخرط بشكل مباشر في هذا القرار، حيث يرى في اللاعب حلا لتعويض النقص في وسط الميدان. صفقة جديدة ومفاجئة: جونزالو ينضم لقائمة المونديال في ظل غياب رودريغو وأندريك بسبب الإصابة. قرر تشابي ألونسو تصعيد المهاجم الشاب جونزالو من الأكاديمية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وقد تم بالفعل إدراج اسمه في القائمة الرسمية المقدمة للفيفا، وجاهز للسفر مع الفريق إلى الولايات المتحدة. جونزالو يتمتع بخصائص المهاجم الكلاسيكي رقم 9، ويعد خيارا مثاليا لتعويض الغيابات الهجومية. وتشير المؤشرات إلى أن المدرب يرغب في اختباره عن قرب